انا جوزي بيعاملني زي الزفت وبيشتمني طول الوقت، وعندي معاه 3 عيال وعايشه في مستوى معين وعايزه اتطلق بس مش قادره اتطلق. الرجاله اللي قابلين ان مراتاتهم تركبهم، تعاملهم وحش، تسيطر عليهم، تشتمهم، تهددهم بانها هتسيبهم. هو بيضربني في ثقتي بنفسي، فلازم افهم ان ده جاي من قبل كده. انا ثقتي في نفسي ما كانتش كويسه، عشان كده اخترت الراجل ده في حياتي بطريقه عقل الباطن باللاوعي. اول لما امسك ان الاحساس ده موجود مع حد تاني غير جوزي، انا ابتديت افهم، لان ده مؤشر واضح جدا انه ده ملوش دعوه بجوزي بس، لكن ليه دعوه بقصتي انا واحساسي بذاتي. اكتشفت ان انا بقول حاجه انا مش مقتنعه بيها، فبالتالي بما ان انا مش مقتنعه بيها مش قادره ارتوي منها، وبالتالي قيمتي صعب انها تزيد. مساء الخير يا جماعه. من تعليقات كتيره حصلت على الفيديوهات بتاعتي، سمعت قصص بتاعتكم، قصص حسيت فيها انه شخصية الضحية في مواقف الزوجية اللي انتوا بيكلموني عنها وتقولي لي اعمل فيها ايه. الشخصية بتاعت الضحية هي الشخصية اللي مسيطرة على طريقة تعاملكم مع المواقف الصعبة اللي انتوا عايشينها. فقررت النهاردة نتكلم في موضوع الضحية. انت ضحية؟ انت حاسة نفسك ضحية؟ في ستات، في رجاله، في ناس لما اول ما يسمعوا كلمه ضحيه تقول لك انا مش ضحيه، انا بعمل كذا 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 في حياتي، انا في الموقف الفلاني عافرت، وانا في الموقف الفلاني حاربت، وانا عشان اذاكر كافحت، وانا بكافح في شغلي. حلو قوي. انا بتكلم على مستوى تاني خالص من التعامل بتاع الضحيه. بتكلم على مواقف احنا بنتحط فيها في حياتنا. على فكرة كلنا بنحس بمواقف ضحية، حتى انا بمواقف احنا فيها لما بنكون حاسين بالعجز ومش دريانين احيانا ان احنا حاسين بالعجز، او في احيان تانية احنا بنهرب من العجز باننا دايما بنغضب عشان ما نحسش بالعجز. كل المواقف دي تشير الى شخصية الضحية. ليه؟ لان انا لو حاسة بالعجز مش عارفة اتصرف، فانا ضحية الموقف اللي انا عندي عجز فيه. مثلا لما حد يكلمني ويقول لي انا جوزي بيعاملني زي الزفت وبيشتمني طول الوقت، وعندي معاه 3 عيال وعايشة في مستوى معين وعايزة اتطلق بس مش قادرة اتطلق. الجزء منك اللي حاسس انك مش قادرة تطلقي عاجز عن الطلاق، فبالتالي انت في الحتة دي مش قادرة تاخدي قرار يحررك من الراجل اللي بيطلع عينك، وفي نفس الوقت العجز ده حطك في زنقة الضحية. ليه؟ لانك انت عندك عجز انك تطلعي من الموقف. فمثلا اسالها طب ايه اللي معجزك اللي مخليكي مش قادرة تطلعي من الموقف؟ تقوم تقول لي ايه؟ تقول لي اصل مثلا انا خايفة من كلام الناس، انا مش عايزة ان انا يقولوا لي ان انا مطلقة. فخلينا ناخد حاجة زي كده ونحللها شوية علشان نبتدي نخش في اعماق الموضوع بتاع الضحية شوية. لما انا مثلا انا عايشة مع واحد راجل ما بيعملنيش كويس، وفي نفس الوقت انا عندي خوف من كلام الناس، ايه اللي انا ممكن اعمله؟ احنا عايزين حلول، صح؟ عايزين نتكلم على حلول، عايزين نشوف ايه اللي ممكن نعمله. فايه اللي ممكن انا ابتدي منين؟ انا حاسه بعجز لان عندي حاجه بتشد في الناحيه دي وعندي حاجه بتشد في الناحيه التانيه. اعمل ايه؟ اول حاجه ابتدي اشوف الكلام اللي جوزي بيعمله لي والتحطيم اللي هو بيعمله فيا ده بيأثر عليا قد ايه. لانه لو هو شخصيته عنيفه او بلطجيه او ما بيعملنيش كويس او دقه قديمه بيحاول يتحكم فيا بطريقه دقه قديمه قوي بسبب تربيته بسبب ثقافته يعني، فانا اول حاجه لازم اعملها عشان اطلع
من الضحيه، ما انا عندي دور ضحيه في معاملته ليا، وعندي دور ضحيه في خوفي من الناس. ليه ضحيه؟ لان اولا انا عايزاه يتغير عشان انا ما احسش بالحاجات الوحشه اللي انا بحسها. فبالتالي المخرج الحقيقي فين؟ المخرج الحقيقي في ان انا ابتدي ابني ثقتي في نفسي، عزة نفسي. من الناحية التانية انا خايفة من كلام الناس، فلو انا خايفة من كلام الناس يبقى انا ضحية صورتي قدام الناس. صورتي قدام الناس اهم بالنسبة لي من حريتي في اتخاذ قراراتي. فانا بتكلم على الضحية على هذا المستوى، انتوا فاهميني؟ فمثلا جوزي بيعملني زي الزفت وبيأثر على ثقتي في نفسي. لو انا عارفة ان جوزي بيعملني زي الزفت، ومن الفيديوهات القديمة انا كنت بقول لكم اللي انا بحس بيه ده زرار اتداس فيه عليا، فانا هلاقي ان انا جوايا زراير ليها دعوة باستحقاقي لشيء كويس، وليها دعوة بثقتي في نفسي وقيمتي، لان انا قابلة ان انا اعيش مع حد ما بيعملنيش كويس. هتقولي طب الحل ان انا اتطلق وانا عندي 3 عيال، امرمط عيالي؟ قصة مش سهلة وفيها حاجات كتيرة داخلة فيها، فاحنا هناخدهم حتة حتة وهنعمل حلقة على كل حتة عشان ايه الفيديو ما يبقاش طويل قوي، وكل حتة تبقى ايه موضوع لوحده. فاول حاجة هاخد دي لانها هي الاساس. لو انا بنيت الاساس ده اللي هو اول حاجة هنتكلم عليها النهاردة في الفيديو الاولاني، فدي هتبقى فيديو انت الضحية، هيبقوا 3 حلقات. فاحنا لو خليكم معايا في 3 حلقات عشان كل حلقة هتبص على حتة مختلفة. فاحنا لو خدنا الحتة الاولانية هي دي اللي هنبني عليها الحتتين التانيين، فلازم نبتدي بدي. البداية ان انا ايه لما هو بيكلمني كده وبيعملني بالطريقة دي، انا بحس نفسي ايه؟ انا بحس ان انا حاجة مش كويسة، بحس نفسي زبالة، بحس نفسي قيمتي روحي، بحس ما عنديش كرامة، بحس ان هو داس على كرامتي. انا لازم يكون جوايا حتة مصدقة الكلام ده، لانه لو مش كده الراجل ده مش هيأثر عليا، او مش هيأثر عليا بمعنى انه انا احس ان انا بتمحي وانا عايشة معاه وبطفي. هل ده معناه ان هو من حقه ان هو يعمل كده؟ طبعا لا. وانا بتكلم على العكس، يعني لو في واحده ست بتعامل واحد راجل بزباله، هو بكلمه برضو، يعني ما بكلمش بس الستات، بكلم برضو الرجاله اللي قابلين ان مراتاتهم تركبهم، تعاملهم وحش، تسيطر عليهم، تشتمهم، تهددهم بانها هتسيبهم وهم بيجروا وراهم ومش قادرين يعيشوا من عندهم مشاكل في استحقاقهم، ومشاكل في كرامتهم، وبرضه مشاكل في الاعتمادية، وده موجود في الجانب ده وفي الجانب ده. فما بكلم الاتنين. فاحنا اول حاجة محتاجين نبص لها ثقتي في نفسي. هو بيضربني في ثقتي بنفسي، فلازم افهم ان ده جاي من قبل كده. انا ثقتي في نفسي ما كانتش كويسة، عشان كده اخترت الراجل ده في حياتي بطريقة عقل الباطن باللاوعي. وانا عندي فيديو هطلب منهم ان هم هطلب من الادمن ان هو يحط اللينك للفيديو ده عشان يترجع له، اللي هو ازاي نختار شريك الحياة بطريقة واعية، او لو احنا اخترناه وقعنا في حظنا المتنايل على عينه ده، ازاي نفهم اللي احنا محتاجين نتعلمه علشان نعرف نخلص من الموقف ده، يا اما بان احنا نسيبه، يا اما بان احنا ما نخليش الموقف يأثر علينا بالطريقة اللي بتحطمنا، ما نخليش الموقف اللي احنا عايشينه يحطمنا. فدايما في مخرج، لكن بندفع الثمن لكل المخارج. فلو انا عايشه مع واحد راجل عمال يهدم فيا عشان انا بالنسبه لي ده اهم من سمعتي، انا لازم اوزن اني ضرر اكبر من التاني، اني ضرر انا ممكن اتحمله بوعي من غير لما احس ان هو بيطفيني. فلو اني استحمل واحد راجل بيعملني وحش عشان بيصرف عليا كويس، عشان بيبقى اب كويس، علشان المستوى الاجتماعي اللي انا عايشه فيه، عشان الفلوس اللي انا محتاجاها، عشان انا ما اقدرش اشتغل لوحدي، اهم من الاكتساباتي دي، اهم من سمعتي، يبقى انا استحمل ده. بس لازم نعمله بوعي. وعي يعني ايه؟ يعني ابتدي اشتغل على الحته اللي جوايا اللي ليها دعوه بثقتي بنفسي
وابني ثقتي في نفسي، وابتدي اعمل حاجات في حياتي تنمي لي ثقتي في نفسي. ما تبقاش كل حياتي حوالين جوزي بيعمل ايه، وبكلم الجيران وبكلم صحباتي اقعد اشتكي منه، ولا جوزي بيعمل فيا ولا مراتي بتعمل فيا ايه فاخد صحابي وبعد ما اتفرج على ماتش كوره افضل اشتكي من الستات، وكل الستات ولاد كلب وبيعملوا ما يستاهلوش ومش عارفين نرضيهم ازاي. بدل ما نقعد نعمل الكلام ده نبتدي نكبر في نفسنا الحته اللي ليها دعوه باستحقاقنا، اللي ليها دعوه بثقتنا في نفسنا، اللي ليها دعوه بقيمتنا. فبالتالي اللي هو بيعمله فيا او اللي هي بتعمله فيا هيأثر عليا اقل، هيأثر عليا كأني انا وردة عايشة في وسط ايه، حوض زبالة. الوردة صعب عليها تنمي قوي وتنبسط قوي وتفرح قوي في حوض زبالة. فانت بتقولي لي انا ما اقدرش اطلع ليه؟ لان انا سمعتي وما بشتغلش ومعيش فلوس، فبالتالي لازم افضل قاعده في الموقف. فعشان تطلعي من الموقف عدتها مرتين 3 وهعيدها لاخر مره قبل ما نخلص، انك تبتدي تنمي الحته اللي فيكي اللي ليها دعوه بثقتك في نفسك. هنعمل دلوقتي تمرين ليه دعوه بالحكايه دي. عايزاكي تغمضي عينيكي وتاخدي كام نفس وتحسي بنفسك قاعدة في الكرسي اللي انت قاعدة عليه او على الكنبة اللي انت قاعدة عليها، ويستحسن ما تكونيش نايمة او مرخية، تكوني قاعدة منتصبة منتظمة كده ظهرك مفروض، علشان خاطر تبتدي ايه يبقى عندك احساس بنفسك كده. وحاولي تسترجعي مواقف انت بتعيشيها مع الراجل ده او انت بتعيشها مع الست دي بتحسسك انك انت قليل، بتحسسك انك انت قليلة، واسمحي لنفسك تحسي بقلة ذاتك دي او قلة ذاتك دي. واكتب على ورقة وقلم، بورقة على ورقة، انت وعينيك مغمضة اكتب في ورقة كل الافكار اللي بتجيلك. انا ما عنديش كرامة، انا ممسحة، انا حاسة ان انا ولا حاجة. اكتبي الحاجات دي. ليه؟ لان الحاجات دي معتقدات موجودة جواك او جواكي ملهاش دعوة بالراجل، ليها دعوة بيكي في قصتك مع حياتك اللي انت تربيتي عليها من وانت صغيرة ولا وانت صغير. فبالتالي احنا محتاجين نبتدي نحط ايدينا على المعتقدات اللي عندنا السلبية جهة نفسنا. فانا مثلا حاسة ان انا ايه، ان انا ولا حاجة، فهحاول ارجع لمواقف تانية بعيشها، ممكن تكون حتى مع ولادي، ممكن تكون وانا بكمل المدرسة بتاعة ابني، ممكن تكون مع جارتي اللي انا حاسة انها احسن مني. مش لازم نروح بعيد قوي، ممكن مع الناس دي نبتدي نلاقي ايه، ان انا بحس بنفس الحاجة. اللحظة الادراك دي مهمة جدا. ليه؟ لانها بتبتدي تفهمني ان الموضوع ليه دعوة بيا مش ليه دعوة بجوزي بس. اول ما ابتدي ادرك ان انا بحس بنفس الاحساس ده وبوصل لنفس النتيجة، وانا مع مدرسة ابني وهي بتكلمني على حاجة حصلت لابني، ولا وانا مع جارتي، ولا ما انا بخرج مع صاحبتي فلان الفلانية اللي جوزها جايب لها تلاجة عاملة مش عارفة ايه وجاب لها وشتين دهب عاملين مش عارفة ايه، وجوزي مش ما بيجيبليش الحاجات اللي بتاع دي، وده بيحسسني ان انا قليلة. اول لما امسك ان الاحساس ده موجود مع حد تاني غير جوزي، انا ابتديت افهم، لان ده مؤشر واضح جدا انه ده ملوش دعوة بجوزي بس، لكن ليه دعوة بقصتي أنا وإحساسي بذاتي. دي أول خطوة مهمة جدا في الإدراك عشان نبتدي نطلع ونعالج الحالة اللي احنا فيها. فأنا لما أسمح لنفسي إن أنا أحس بكده وأوصل للإدراك ده، أبتدي أتساءل، هل حقيقي إن أنا قللت القيمة قوي كده؟ ان انا وحشة قوي كده؟ ان انا ما بعملش اي حاجة في حياتي انا ممكن تتقدر وتديني قيمة؟ وابتدي وانا عينيا مفتحة بقى اكتب تحت الحاجات دي، اكتب
ايه الحاجات اللي انا مقدره نفسي فيها، وارجع اغمض عيني تاني وابتدي اقول احس باللي انا كتبته. والله انا ام هايله، مربيه ولادي تربيه جميله. ولادي لما انا ببص مثلا على ولاد جيراني ولا بقيت صحاب من صحاب ولادي في المدرسه، حاسه ان انا فخوره بتربيه ولادي. اسمح نفسي اتنفس ده، لانه الادراك محتاج يكون متكامل، مش بس في الدماغ، محتاج يخش الاحساس، محتاج يخش الوجدان، محتاج يتحس بيه في القلب، محتاجه ان انا اقتنع بيه. والاقتناع ده مش في الدماغ، فاهمني؟ فانا هبتدي اسال نفسي انا مقتنعه قد ايه باللي انا بقوله. هلاقي مثلا ان انا كنت متخيله انا بقول كده بقولها، لكن انا مقتنعه 30%. واو، شايفين السر فين؟ ان انا اكتشفت ان انا بقول حاجه انا مش مقتنعه بيها، فبالتالي بما ان انا مش مقتنعه بيها مش قادره ارتوي منها، وبالتالي قيمتي صعب انها تزيد. فهمتوا؟ حاولوا تعملوا التمرين ده واكتبوا لي تعليقات ايه النتائج اللي انتوا واصلينها. ماشي؟ هشوفكم بقى في الفيديو اللي بعد كده، اللي هنتكلم على حاله ايه، اعمل ايه في ان انا مثلا خايفه من كلام الناس. اشوفكم.